والمنتخب المغربي النهارده مثلنا نحن العرب ونحن المصريين افضل تمثيل. وما تستغربوش لما بقول نحن المصريين، لان والله انا بتكلم بشعور اعتقد غالبيه المصريين اللي كانوا بيتفرجوا النهارده على المباراه الحاسمه في مشوار تاهل المغرب لكاس او منصه الانجاز، ويتاهل كمتصدر لمجموعته ب7 نقاط وبدون هزيمه. تعادل مستحق جدا مع كرواتيا في المباراه الاولى، وكان المغرب هو الافضل. انجاز وتالق وسيمفونيه ده جدا في منتخبات تاهلت للدور الثاني. وانا رايي زي بولندا، مع كامل احترامي للنجم ليفاندوفسكي، بس بولندا الحقيقه ما اعرفش تاهلوا ازاي. مغلوبين امبارح 2-0 وحالتهم عيضه ومزنوقين 11 في ال 18 وتاهلوا، رغم ان المكسيك الناحيه الثانيه عملت ماتش عظيم على السعوديه، بس ادي الارزاق وادي الحظوظ يعني. فتاهلت في الاخر الارجنتين وبولندا ما تستحقش، واستراليا كمان مستواها سيء جدا ما تستحقش الصعود، لكن اهو. كان 86. سنة 22 تصدروا مجموعة الموت على حساب بلجيكا وكرواتيا وكندا. منتخب المغرب افتتح التهديف في الدقيقة 4 عن طريق اللاعب، لكن منتهى الاحترام، منتهى الأدب، منتهى الاحترام، ناس بتسقف وناس زعلانة في نفس الاريا في نفس المنطقة. اتفرج، مفيش أي مشاكل يعني، مفيش أي مشاكل. أبراج الدوحة المعمارية الحقيقة أن انتشت برفع أو بعلم المغرب أهي زي ما احنا شايفين، فأبراج الدوحة تتزين بالعلم المغربي. بالنتيجة دي تتصدر المغرب مجموعتها ب7 نقاط بعد الفوز على كندا، وتصعد برفقة كرواتيا. كرواتيا للمرة الثانية المغرب بتعملها في تاريخها إنها تصعد لدور السبعة. ده اللاعب نور الدين مرابط، ده حضرات، ده مش بني ادم عادي، ربنا يديله الصحه، ده لحد الدقيقه 94 بياكل النجيله. يعني لعيبه كتيره تعبت فلست مش قادره تشيل رجليها، كتر خيرهم. الا نور الدين مرابط ده لحد الدقيقه 94. انا مش عايز احسده، لكن ربنا يديله الصحه، وبصراحه نموذج مشرف للاعب كره القدم العربي. اللي خد احسن لاعب بيقولوا لي اشرف حكيمي، يستاهلها اشرف حكيمي، لكن انا بتكلم على من وجهه نظري انا نور الدين مرابط هو احسن لاعب في المباراه دي ويستحق رجل المباراه. على كل حال المانيا كمان فازت في المجموعه الثانيه، وبالتالي المغرب احتمال تلاعب، لو فازت النهارده المانيا احتمال تلاعب المانيا بشكل كبير جدا. ايا كانت النتائج، لكن تحيه لفريق اسود الاطلسي.